هنبدأ الفيديو النهاردة بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى هنشوي سمك يا جماعة بأنواع مختلفة، معايا البوري والمشط والسفردية. ازاي هعرفك تتبيلة المحلات اللي احنا بنعملها في المحل عندنا، وكمان ازاي هقولك على التتبيلة الخطيرة معايا اللي هي دقة السمك المشوي معايا النهاردة. الفيديو ده ليكي، وتعالي بقى ما اقولك يا ست الكل على المقادير. اول حاجة معايا 2 كيلو من السمك البوري معايا، وكمان عندي 1.5 كيلو من المشط، وكيلو عندي من سمك السفردي يا جماعة ما شاء الله. اول حاجة معايا انا بفتح عندي السمك بالشكل ده. السمك ده جاي طازة جدا ما شاء الله، زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. اول حاجة في الشوي لازم افتح البطن معايا، بس بسيب معايا الزعانف بقى والحاجات اللي بره ده مش بحركها خالص، بتسيبيها زي ما هي. بس اهم خطوة معاكي هو ان انتي تشيلي البطن بالشكل ده، وبنضفه عندي بالفرشة ما شاء الله، بيطلع بقى معاكي ابيض وزي الفل. شايفين بقى ايه الجمال؟ تعالوا بقى هنعيد عليه تاني، هنفتح المية تاني عليه وهننضفه كمان من بره معايا. اللهم بارك، شوية سمك بجد طعمهم خطير جدا ما شاء الله. ادي بقى الجمال معايا. هنا بقى بجيب عندي السمك البوري يا جماعة. سمك البوري في الشوي أفضل حاجة ليه إن هو مش يتفتح نهائي، بس أنا بشيل عندي القشرة دي بحكها كده بالسكينة علشان طبعا تبقى معاكي اللحمة ممتازة جدا في الأكل ما شاء الله. ويا سلام بقى على شوية كده بقى رز بالصيادية، وكمان سلطة طحينة، حاجة كده من الآخر مفيش أحلى من كده أكلة وأجمل منها ما شاء الله. شايفين بقى كده أنا بنضفها كويس جدا معايا في البوري يا جماعة، بشيل عندي الخياشيم تماما. لازم في سمكة البوري تشيلي كل خيشيمة معاكي بالشكل ده. شايفين الخطوات قدام حضراتكم مظبوطة جدا، اللهم بارك. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. السمكة لونها أبيض إزاي ما شاء الله، ربنا يا رب يحفظها اللهم أمين ويديمها نعمة علينا جميعا. شايفين الجمال؟ مفيش أي عندي زفارة ولا أي حاجة خالص. هخلص بقى كل كمية البوري معايا في التنظيف بالشكل ده. أول حاجة هنشيل القشرة، وبعد كده هنشيل عندنا الخياشيم بالشكل ده، وعلى طول لازم تسيبي المية مفتوحة معاكي علشان تتنضف كويس جدا ما شاء الله. شايفين النظافة؟ شايفين الجمال؟ اللهم بارك. السمكة حاجة كده من الآخر منورة زي الفل. تعالي بقى ما أقولك كمان على سمك المشط. سمك المشط انت في الشوي بتفتحي بس البطن، دي أهم خطوة يا جماعة. ما بشيلش بقى خياشيم من بره ولا اي حاجه خالص. بصي انتي بتشيلي بس الحاجات اللي جوه البطن بالشكل ده، وعند الخياشيم كده بروح فاتحه الميه، ولازم تنضفيها كويس جدا. تدخلي صبعك كده في الخيشومه، ولازم تنضفيه معاكي من اي تراب ولا اي حاجه خالص. وهكمل بقى كل كميه المشط بالشكل ده. تعالوا بقى ما نفتح كمان معايا مشط كمان. ادي بالمقص انا بفتح معايا البطن بالشكل ده. شايفين البطن يا جماعه لونه من جوه عامل ازاي؟ السمك ده جاي طازه، بس مش تقلقوا خالص من لون البطن، ده شيء طبيعي جدا. بمسك عندي بقى الفرشه كده وبدعك عندي بطن السمكه ما شاء الله، وكمان بايدي بعمل عندي بدخلها عندي في الخياشيم، ومن بره عندي بغسلها كويس جدا معايا. اللهم بارك. دي اهم خطوه يا جماعه في السمك المشوي ما شاء الله. حبه زي ما هو في البطن، بس انا مش بنصح بكده خالص ما شاء الله. مفيش احلى من السمكه ان انت تفتحيها وتنضفيها معاكي. انا سبت عندي كل الشوك اللي بره ده، بسيبه زي ما هو عندي في الشوي. ودي بقى السلطه اللي هنحشي بيها السمك بتاعنا النهارده. فرمت عندي في الكبه فلفل اخضر، اي نوع فلفل موجود عندك الوان، وكمان جزر، وكمان ربطه من الخضار، مع شويه كده بقى من الملح صغيرين، وعصره ليمونه. تعالي بقى هنا انا ظبطت عندي كمان شويه كمان من الملح، وكمان عندي معلقه صغيره من الشطه، ومعلقه صغيره من بهارات السمك. حطيتهم كلهم عندي في التتبيله الجميله دي، حشوه السمكه معايا. وهبدا دلوقتي هحشي عندي السمك السفرديه، وكمان سمك المشط معايا ما شاء الله. شايفين حضراتكم؟ تعالوا بقى هنعمل دلوقتي خطوه مهمه جدا، المشوي يعني الرده. عندي بقى رده الدقيق الفلاحي يا جماعه ما شاء الله، الرده البلدي بتاعتنا جدا خالص. بروح منزله عندي المشط كده في الرده، وانفضه كويس جدا معايا، علشان مش عايزه يكون في كتل من الرده، علشان مش تتحرق معايا على الشوايه
ما شاء الله. وفي البوري كمان بنزله عندي في الردة. اللهم بارك. انا مجهزة كمان تتبيلة يا جماعة عندي هسقي بيها بقى ايه السمك المشوي معايا، هيبقى خطير جدا معايا. اللهم بارك. شايفين بقى الخطوات مظبوطة جدا. هنفض عندي اهم حاجة السمكة معايا، والشواية سخنة جدا، بديها دهنة من الزيت وهفرد عندي السمك بالشكل ده. عندي بقى فردت عندي السفردية وكمان البوري وكمان المشط، وهقلبه على كل الجوانب، كل جنب بيستوي بقلبه معايا. اللهم بارك. النار عندي سخنة جدا وما بياخدش اي وقت، بيطلع معايا بالشكل ده ما شاء الله. اول ما بيطلع معاكي بتروحي عندك رشة ملح كده بايدك، انتي طبعا عارفة المقدار الملح كويس جدا، وكمان رشة عندي من البهارات السمك او الكزبرة الناعمة، وكمان بديله رشة من الشطة. بس ايه بقى كمان عندي بالدقة يا جماعة بتاعت السمك المشوي. الدقة دي عبارة عن فلفل، عندك اي فلفل موجود عندك بتفرميه في الخلاط مع توم، وكمان بهارات سمك وتوم بودر وبصل بودر وكمان بابريكا، بتطلع معاكي احلى دقة في الدنيا ما شاء الله. وبديله كمان بقى ايه عصرة ليمونة كده. اللهم بارك. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، بجد دي احلى اكلة هتاكلوها معايا النهاردة. جربوها، يا ريت تقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. واتمنى من احلى اخوات واحلى ناس في الدنيا اتبعوني على محتواي على اليوتيوب، ويا رب كده يكرمنا جميعا بحب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اتمنى تقولوا لي رايكم بجد في التعليقات، ويا رب كده اكلتنا النهارده تعجبكم كده وتكون خفيفه على قلبكم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.